في عالم ريد ديد ريديمشن مفيش شخصية حيرت الناس أكتر من أرثر مورجان. راجل عاش حياته كلها وسط الدم والسرقة والخيانة، ومع ذلك قدر يلمس قلوب الملايين. لكن السؤال اللي لحد النهاردة بيخلي الناس تختلف، هل أرثر مورجان كان مجرم بلا رحمة ولا كان إنسان طيب ضاع في الطريق الغلط؟ أنا أبو عادل، وفي الفيديو ده مش بس هنجاوب على السؤال، لكن هنغوص جوه حياة أرثر من أول يوم في العصابة لحد آخر نفس في حياته، وهنشوف إزاي الخير والشر ممكن يعملوا حرب جوه قلب إنسان واحد. أرثر مورجان ما بدأش حياته كبطل، ولا حتى كان عنده فرصة يكون شخص عادي. اتولد سنة 1863 في أمريكا، في زمن صعب، بلد مليانة فوضى وحروب وفقر، والأقوى هو اللي يقدر يعيش. أمه ماتت وهو لسه صغير، وأبوه كان مجرم بيعيش على السرقة والنصب، وبدل ما ياخده تحت جناحه سابه يواجه العالم لوحده. وفي سن المراهقة حصلت نقطة التحول الأولى في حياة أرثر، لما داتش فاندرلاند قائد العصابة لقاه. داتش ما كانش مجرد زعيم عصابة عادي، لا ده كان عنده أسلوب يقنع أي حد إنه بيحارب عشان الحرية وضد الحكومة الفاسدة. أرثر شاف في داتش صورة الأب اللي عمره ما عرفه، وداتش شاف في أرثر الولاء والقوة اللي محتاجها. ومن هنا بدأ فصل جديد من حياته. العصابة كانت كل حاجة لأرثر، عيلته، بيته، وأمانه. اتربى على القواعد اللي حطها داتش: العصابة أولا، الحكومة عدوتنا، السرقة والقتل دول مش جرايم، دول وسائل بقاء. في بداية اللعبة بنشوف أرثر في كامل قوته: السطو على الإطارات، الهجوم على البنوك، وملاحقة الأعداء. مشهد ورا مشهد بيأكد إن أرثر في المرحلة دي ما كانش عنده أي مشكلة يقتل أو يهدد أو يخوف أي حد، حتى لو كانوا أبرياء، لو ده في مصلحة العصابة. في مهمة السطو على الإطار في فالنتاين، أرثر بيقف قدام الركاب وشاف الخوف في عيونهم. بالنسبة له ده كان طبيعي، جزء من اللعبة اللي عاشها سنين. ولكن وسط اللحظات دي كان في لمحات صغيرة بتكشف الجزء الطيب من أرثر مورجان. أرثر كان عارف إن هو مجرم، لكنه كان شايف نفسه مختلف عن الباقي. هو كان مصدق فكرة داتش إنهم بيسرقوا من الأغنياء عشان الحرية، لكن الواقع اللعبة بتوريك إن الضحايا أحيانا كانوا ناس ملهمش ذنب. ومع ذلك لو تمشي في اللعبة هتلاقيه بيساعد ناس غريبة في مهمات جانبية، ينقذ راجل من أفعى سامة، يساعد واحدة تدفن أخوها، يلم تبرعات لكنيسة. حاجات صغيرة لكنها بتقول إن قلبه في مكان للرحمة. النقطة اللي قلبت حياة أرثر كانت لما عرف إنه مريض بالسل، ومرض السل في الوقت ده كان حكم بالإعدام. المشهد ده مش بس صدمة لأرثر، ده كان صوت فوقه من اللي هو فيه. هنا بدأ يحس إن وقته في الدنيا بقى محدود، وإنه لازم يقرر هو يخرج من الحياة دي إزاي. وفي نفس الوقت بدأ يلاحظ إن داتش بيتغير. الراجل اللي كان بيقول إنه بيحارب عشان الحرية بدأ يقتل ويكذب بدون سبب، حتى على الناس اللي كانوا أوفياء ليه. ده خلق صراع ضخم عند أرثر، وهل يفضل في العصابة ولا يمشي في طريق جديد حتى لو ده معناه مواجهة داتش نفسه. ومن اللحظة دي أرثر بدأ يتصرف بطريقة مختلفة، يساعد جون مورستون على الهروب هو وعيلته، يدي فلوس للناس اللي ظلمهم، ويحاول يحمي الأبرياء من أذى العصابة. حتى حواراته مع الشخصيات اتغيرت، بقى أكتر هدوء وأكتر حكمة. لو تفتكر مشهد الشمس في النهاية، أرثر بيقول جمل تحسسك إنه تصالح مع فكرة الموت طالما هيموت وهو بيعمل الحاجة الصح. نهاية أرثر بتعتمد على اختياراتك كلاعب، لكن في الحالتين في حاجة ثابتة: أرثر ما ماتش خاين أو جبان، مات وهو بيحاول ينقذ حد تاني. ولو اخترت النهاية الشريفة هتشوفه بيواجه الموت وهو شايف الشمس، وكأنه أخيرا لقى سلام داخلي معرفوش طول حياته. ولكن في الآخر هل أرثر كان طيب ولا شرير؟ الحقيقة إنه كان مزيج معقد ما بين الاتنين. اتولد في ظروف صنعت منه مجرم، لكنه كان عنده القدرة إنه يتغير. والشيء اللي يخليه محبوب هو إنه كان إنسان حقيقي مليان تناقضات زينا بالظبط. يمكن عشان كده لما بنفتكره ما بنشوفش مجرم، لكن بنشوف راجل حاول يصلح نفسه قبل ما يفوت الأوان. أنا كده خلصت، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد.